اتفضلي. تسلم يا شيخ خليل. وحياة جلال الله يا ايش انت تستاهلي حته اعلى من اللي انت حاطه نفسك فيها. انت يا ايش لو ركزتي معايا اخليكي ولا سهير زاكي في عزها. ورحمة ستي انا بدأت ازهق منك يا شيخ خليل، عمال بتعيد لي الكلام كأنك بتحفظهولي. ما قلت لك 100 مرة ما بحبش الرقص، مش غاوية. عارف ان لو غاوية هركز معاك واقول لك يلا يا شيخ خليل ايدي على كتفك ويلا نعدي المحيط وننجح ونعمل ونسوي، بس ابقى بشتغلك. طموحنا غير يا مكر. الاحلام حلوه وكل حاجه، بس مين قال ان هي بتتحقق؟ لا بتتحقق، هي بس عايزه العنيد اللي يدوحر، عايزه حد شقيان بايد مشققه، مش ايد لابسه جوانتي. الاحلام بتخاف من اللي يهدها يا مكر وبتركع له. بشوقك انا ماشي. انا بقول كده برضك. سلام. سلام يا ايش مصر. بقول لك يا أبلة، أبلة؟ ليه نن عيني؟ كنت بدرس لك تدبير منزلي؟ الحاج رجب الجريتلي عاوزك. مع اني المفروض ما اكلمكش عشان مقموصه منك، بس انا عملت باصلي، ولما بعتلي الواد اللي تبعك يندهني جيت على طول. والمفروض ما تتكلميش معايا ليه؟ عشان لما شفتني على المسرح عملت نفسك ما تعرفنيش، وقعدت تتفرج عليا زيك زي الغريب. سمعتكش يعني بتنده عليا تقول لي يا ايش، ولا بترفع لي ايدك تشاور لي. عارف لو انا بنت مش جدعه كنت اتناولت الميكروفون من الليسي وقدام الفرح ده كله قلت لك وحشتني. بس انا خفت من حاجتين. اللي هم ايه الحاجتين؟ اول حاجه خفت على هيبتك ومنظرك قدام المعازيم والرقاصه بتنمر. والحاجة التانية؟ الحاجه التانيه بقى اني خفت منك لاني عامله لك حساب كبير قوي من ساعه ما شفت الدماغ اللي رزعتها للبطل بتاع قطع الغيار قدام باب السين. لا ما تخافيش، وكمان لو كنت خدت الميكروفون وعملت اي حاجة انا ما كنتش هتنمر، محدش يعرف ينمرني. ده بيتهيألك، اعرف عادي. هي بس الناس بتترقص فيها عشان وشي طيب، فبيفتكروني مدرسة موسيقى، ما يعرفوش ان الموسيقى دي انا بهز عليه. وانتي بتهزي حلو وقوي كمان. عجبك رقصي؟ قوي. امال ما شاورتليش بايدك ليه؟ اتخضيت لما شفتك. اتخضيت ليه بقى؟ انا رقاصه وشفتني برقص في فرح. الخضه في كده. الخضه دي كانت تبقى بعد الشر، يعني لو انت في صيدليه بتاخد حقنه وبتلف فجاه لقيتني انا اللي بديها لك وبقول لك هلو اي ام دكتور ايش. اتخضيت لاني كنت فاكر اني مش هشوفك تاني. اصلك جيتي ومشيتي واختفيتي، بقيت مش فاهم جيتي في ايه ومشيتي في ايه. تعرف ان انا حاولت اوصل لك، وغلاوة الغليم ما تبيع لي كلام. ما تودنيش يا حاج، انت تلاقيك نسيت ان انا جيت لك اصلا من وانا على باب المحل خارجه في طريق العوده للبيت. ما حصلش، بالعكس ده انت من ساعة دخلتك عليا لحد دلوقتي وانت شغلاني. طب قولوا ربنا. وربنا. بقول لك ايه، ما تيجي نروح نتعشى في اي مكان ونكمل كلامنا؟ لا خليها اي يوم بالنهار، ما بحبش الليل، بحب الصبح اكتر. مش معنى الليل بالنسبه لي يعني تعب وشقه، بس انت ما تعرفش حاجه عن حياه العوالم. انا مفيش حاجة عن العوالم ما اعرفهاش،
بس منك نستفيد. خلاص، احنا نشوف مين فينا يعرف عن العوالم اكتر واحنا بنتغدى مع بعض بكره. ده لو انت فاضي بكره يعني. لو مش فاضي افضلك. بس انا اللي هعزم. ليه؟ خارجه مع ابن اخوكي؟ عيب. متشكرين يا ابو الكرم يا نزيه. معاك تليفون ولا بتكتب نمر الناس على كم؟ معايا. امسكي. فكر لنا بقى في حته حلوه نتغدى فيها بما انك انت اللي عايز. سلام يا معلم.